ما هو على رأي المثل الحلو ما يعملش الا الحلو. فتعالوا يلا بقى نعمل الحلو القمر ده. ما تيجي اقولك ازاي تعملي الكشري الحلو بطريقه سهله وسريعه ومش هتكلفك حاجه. يا دوبك لفه جلاش متكسره عندك في الفريزر هتعملي بيها العظمه دي. يلا تعالى اقولك تعمليه ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملي لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للبيج. وتعالوا يلا علشان نشوف القمر ده. كشري بس كشري حلو من بتاع ولاء، مش بتاع بلبن، بتاعنا. معانا كوباية رز صغيرة كده يا ولاد، هنغسلها كويس وهنزود لها مية وهنحطها على النار كده في جنب تغلي مع نفسها على ما نحضر بقى الكنافة بتاعتنا. انا عملت ربع كيلو من الكنافة، ربع كيلو بس، يعني هو ده يدوب ربع كيلو بس. فرفتهم كده وحطيت عليهم شوية سكر بودرة وحطيت عليهم شوية سمنة على زيت كده صغيرين، بس علشان ان هما يقرمشوها كده ويحرمشوها زي ما انتوا شايفين كده. هننزل كده بكم معلقة سمنة كده ونقلبها كويس كده مع السكر والكنافة. تعالوا بقى، دي لفة جلاش كانت بقية لفة جلاش يعني متهربدة كده عندي في الفريزر، قمت مطلعها كده ومكسراها ونزلت عليها بشوية سكر بودرة برضو. تمام، خفاف يعني. وممكن على فكرة ان احنا نستغنى عن خطوة ان احنا نحط السكر البودرة دي ونحط بس السمنة وندخلها الفرن تتقلب كل شوية كده، وبعد ما تطلع هنسقيها بشوية عسل نحل ابيض. هنقلبها كويس جدا وهندخلها الفرن هي والكنافة بقى يقعدوا كده في الفرن على اعلى درجة حرارة. ما تشغليش الشواية من فوق علشان ما تتحرقش. وكل 5 دقايق كده هنقلبهم علشان ان هما ياخدوا لون ذهبي معانا. الرز طبعا كان الرز دخل بقى على السوا مع المية. تمام، نزلنا بنص لتر من اللبن ونزلنا بباكت من الفانيليا. هنسيبه كده شوية يهدى علشان ما يوقعش. وهننزل من 4 ل5 معالق كبار سكر. تمام، ونقلب كويس. احنا مش عاوزين نحط سكر كتير في الوصفة علشان هي كلها اصلا حلويات. هننزلها على النار تاني. وتعالوا بقى للخطوة دي. انا بحب روح الموز قوي يا ولاد في اي حاجة فيها لبن، فبحط روح الموز، بتدي طعم حلو جدا ونكهة حلوة جدا للرز. كده الرز استوى معانا. تعالوا بقى هنعمل 1.5 معلقة من النشا، هنقلبها في شوية مية وهننزل بقى على الرز واللبن بتاعنا ولحد ما ياخد قوام كريمي كده. ده القوام المظبوط بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا نزلت بس بمعلقة سمنة صغيرة كده لان بحبها قوي في الرز واللبن عامة يعني. وتعالوا بقى نقلب الجلاش زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نصب بقى في الكاسات بتاعتنا الرز واللبن علشان ان هو يبرد معانا ويعمل طبقة كرمشة كده على الوش. هو طبعا علشان تاخدوا منه كرمشة لازم يبات ليلة كاملة علشان تاخدي منه كده كرمشة على الوش. الطاجن ده بقى انا كنت بعمله ليا بس للأسف بقى الواد ملك سرقه مني. تعالوا بقى اوريكم الكنافة والجلاش لما طلعوا زي ما انتوا شايفين كده. انا كسرتهم بالبتاع اللي هو بتاع المخلل ده علشان يطلعها ناعمة معايا. انا عايزاها تبقى ناعمة، مش ناعمة قوي يعني، انا عايزاها بالقوام ده كده. هنزل عليها بمعلقة من العسل النحل، ده بيخلي القرمشة بتاعتها في حتة تانية خالص. تعالوا بقى نعمل طبقة الكريمة بتاعتنا. كريم شانتيه عادي وهنضربه بس مش هنضربه جامد يعني. ده بعد ما الجلاش والكنافة خدوا لون ذهبي كده معانا. تعالوا بقى نعمل الطبقات بتاعة الكشري بتاعنا. الكشري الحلو بتاعنا ده بجد من اخف الحلويات على قلبي بجد يعني. انا لما دقته كان خطير. هنحط طبقة كنافة كده هنوزعها على كل البولات كده اللي معانا، وهننزل بمعلقة كريم شانتيه بس كده في كل بولة بس زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بعد كده بالنكهات بقى اللي انتوا عايزين تحطوها او الحشوات اللي انتوا عايزين تحطوها، سواء بقى مانجا. يعني انا اكتفيت بالمانجا والنوتيلا بس. في ناس بتحط مانجا، في ناس بتحط نوتيلا، بيستاشيو، اوريو. انا اللي كان متاح عندي النوتيلا والمانجا.
المانجا السكري بقى كانت عطيالها مزازة خطيرة بجد. هننزل بقى بالبصل بتاعنا، البصل بتاع الكشري، الورد بتاع الكشري. هو الجلاش بجد اعطيها قرمشة كده ولذاذة فظيعة. تعالوا بقى. انا عملت 3 بالمانجا و3 بالنوتيلا، هتشوفوهم دلوقتي. حطيت طبقة الكريمة وبعدين النوتيلا وبعدين طبقة كنافة صغيرة كده، ونزلت بالجلاش، وكمان هنزل في الاخر كده بمعلقة من النوتيلا. ادي الكاس التالت اهو بتاع النوتيلا. نزلت بقى باخر طبقة اللي هي طبقة الجلاش دي، وهنزل بقى المفروض ان انا كنت ازوقه بالنوتيلا، زوقته بالمانجا، بس ده عملته كده تشكيلة يعني. هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الحلاوة؟ المانجا مع النوتيلا مع الجلاش عطيها ميكس خطير 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 بجد. جماعة انا مش قادرة اتخطى جمالها وحلاوتها. حلوة قوي وسهلة قوي، واي حد يعرف يعملها. اهم حاجة بس تجربوها وتقولوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش تعملوا فولو للبيج. باي باي.